اوكي، واهلا ومرحبا بكم مع ابو نضال. انا عملت حلقه ولا يمكن خبر في حلقه عن البيان الذي صدر عن التلفزيون الرسمي الجزائري، والذي تحدث فيه عن دولة آل زعبوط. انتوا عارفين، والله يا جماعة أنا كل ما أقرأ خبر وتصريح لعبد الله ابو شلطيف ويعني جماعه من ال زعبوط ضد الجزائر، والله يعني اكاد اموت ضحكا. مش معقول يا جلمه، مش معقول يا جماعه. يعني شو البيت الشعر انا نسيه، البعوضه ومقله الاسد. حتى مجرد يعني وضع الإمارات بنفس الصف مع الجزائر هذه فيها إهانة إلنا كمشاهدين. وين الإمارات وين الجزائر؟ وين الزعابيط ودولة الزعابيط ودولة المشكلة إنه دولة الزعابيط بتعتقد إنها ممكن تؤثر في دولة زي الجزائر. أنت عارفين، أنا حكيت أكثر من مرة عن موقفنا إحنا، على الأقل إحنا من الجزائر بالنسبة لنا والله جد. يعني في فلسطين وفي بلاد الشام وفي الأردن كانت دائما زي ميزان الحرارة. تعرفوا ميزان الحرارة اللي الطبيب زمان بعرفش اللي بيستخدموا نفس الميزان، بحطه بثمك هيك أو ما وبقيس درجة حرارتك. إحنا الجزائر، موقف الجزائر كان بالنسبة لنا ميزان حرارة لأي قضية عربية. يعني لما يقولوا مؤتمر القمة، يقولوا اعتداء على الدولة الفلانية، يقولوا الموقف في مجلس الأمن، على طول احنا بنسأل الجزائر شو موقفها، لأنه هي المعيار. والله العظيم احنا هذا كان موقفنا من الجزائر. انا قلت لكم احنا درسونا في المدرسة الابتدائية والإعدادية النشيد الجزائري: قسما بالنازلات الماحقات. كنا نحفظه عن غيب، واللي ما يحفظوه أكثر من النشيد الوطني الأردني، واللي ما يحفظه ينمد فلقة. والله العظيم يعني احنا محيطين بالجزائر والموقف الجزائري والبطولات الجزائرية. عشان هيك والله انا كنت يعني اقذف، يعني انتج، احنا مسميها انتج، اراجع. يعني لما شفت واحد من الزعابيط بقول الجزائر احنا بنقول بلد المليون شهيد، هي لا، وكل اللي راحوا لهم 2 بس، كل اللي استشهدوا 2 في الجزائر. لما تسمع هذا الكلام عن إعلام آل زعبوط والله أنا أصاب بالغثيان والله العظيم. وأنا حكيت أكثر من مرة علاقتنا إحنا بالجزائر من إحنا أطفال. أنا على فكرة يمكن حكيت مرة أنا عن الطلبة الجزائريين اللي درسوا معنا في مدرسة النصر اللي صار اسمها الثورة العربية الكبرى، أعتقد في 64